السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهرة ديزاد. اليوم بإذن الله تعالى راح أشارككم أيضا وصفة صيفية سهلة بسيطة للنساء، لأنه راهو الحال سخون بزاف وما نحبوش كامل ندخلوا للكوزينة. اليوم راح تحضري الغداء تاعك ولا العشاء تاعك غير في المقلاة مع زوج حبات تاع باذنجان وربع صدر تاع الدجاج. راح ديري وجبه من اروع ما يكون، راح تجي البنه تاعها تقطر بالعسل. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم، وما تنسيش اختي فقط اللايك للفيديو وتشاركي هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. بسم الله وعلى بركه الله نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. على بركه الله عندي هنايا زوج حبات تاع باذنجان. الا حبيتوا تكثروا البنات ضاعفوا في المقادير. اول حاجه قشرتهم وحطيتهم جهه، وجبت هكذا صحن حطيت فيه كميه تاع الماء، زدت له شويه تاع الخل، حوالي 2 مغارف كبار تاع الخل مع 2 مغارف صغار تاع الملح. هذا الخطوه نديروها هكذا باش الباذنجان تاعنا يبقى محافظ على اللون تاعو، وايضا كي تقليوه في الزيت موش راح يتشرب لكم كميه كبيره. وايضا نديروا هذه الخطوه هذه باش نحيو هذيك الماده السوداء اللي تكون في الباذنجان تاعنا. هنا جبت هذوك الحبات تاع الباذنجان قسمتهم على 2، ومن بعد راح نقسمهم بالطريقه هذه. ما نرقوش الحبه بزاف وما نخليوهاش غليظه بزاف باش كي نقليوها تبقى يعني الحبه باينه. هنا نقسمهم كامل، وفي نفس الوقت نحطهم في هذيك الكميه تاع الماء واللي حطينا لها الخل والملح حتى نكملوا الكميه تاعنا كامل. من بعد راح نحط عليها هكذا صحن باش نغمر هذوك الحبات كامل يدخلوا في هذيك الكميه تاع الماء ونخليه بجهه. من جهه اخرى جبت هنايا حوالي ربع صدر تاع الدجاج، ولا عندك كميه اكبر ديري نصف صدر الدجاج. انا فقط نديرها لك وصفه اقتصاديه. رحيت هذيك الكميه تاع الدجاج رحيتها في الاشوار وحطيتها هنايا في الصحن. تقدروا تستبدلوا هذه الكميه تاع الدجاج باللحم، يعني اللحم مفروم. هنا حطيت هذيك الكميه تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، وراح نزيد نحط عليها كميه تاع البطاطا. هنا درت حبه متوسطه تاع البطاطا، قشرتها وقسمتها دوائر وغليتها في الماء. من بعد كي طابت لي مليح صفيتها من الماء ومرستها بهذيك الاداه تاع البطاطا، وضفتها هنايا على كميه تاع اللحم. هنا راح تزكينا الطاجين تاعنا ولا الاكله تاعنا، وايضا تعطينا واحد البنه ما شاء الله. من جهه اخرى جبت حبه حوالي ربع حبه تاع بصل مسكرفج، يعني في الرقيق كامل ترحيوها مليح بهذا الشكل، وحط ملعقه تكون كبيره. ومن جهه اخرى درت حوالي ملعقه تكون كبيره تاع المعدنوس وحطيتهم هنايا. بالنسبه للتوابل انا حطيت شويه تاع فلفل اسود، وعندي هنايا كمية تاع العكري ملعقة، حوالي ملعقة تكون صغيرة. بالنسبة للتوابل البنات ما تقيدوش واش حطيت انا، نتوما لكم الاختيار بالتوابل اللي تفضلوها. هنا زدت شوية تاع الزنجبيل، وعندي هنايا حوالي ربع ملعقة صغيرة تاع الكركم، وزدت شويه تاع كزبر ملحي. هذا واش حطيت من التوابل البنات في هذا الوصفه هذه. وما ننساش طبعا حوالي ملعقه تكون معمره تاع خبز مرحي. هنا جبت بيضه كامله نحركها بهذه الطريقه هذه، نضيف فقط نصف الكميه. نتوما اذا ضعفتوا في المقادير ديروا بيضه كامله هكذا باش ما تجيش الوصفه تاعكم جاريه بزاف. هنا انا فقط حطيت حوالي نصف بيضه، وراح نخلط المكونات تاعي كامل بيدي. نحاول نمزج المكونات تاعي مليح مع بعض، وقبل ما نبدا نمزج في المكونات ما ننساوش الكميه تاع الملح، حوالي نصف ملعقه تكون صغيره. هنا نخلط المكونات تاعي بهذه الطريقه، لازم نخلطوها مليح مليح ونحاول نعجنهم باش تداخل المكونات فيما بينها بهذا الشكل البنات. من جهه اخرى راح نجيب كميه تاع الزيت باش نقدر نكور العجينه تاعي ولا هذا الخلطه تاع اللحم والبطاطا، لانه البطاطا تلصق شويه في اليد. ندير شويه تاع الزيت في يدي، وحطيت صحن اخر بجهه باش نحط فيها هذوك الكرات تاع الدجاج. نكورهم انا بهذا الشكل هذا. تحبوا ديروا تصغروا في الحجم تاع الحبه ولا تكبروا فيها، يعني من الافضل صغروا تجي الحجم تاعها متوسط، ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف. بهذا الشكل البنات ندير هكا بالملعقه فقط باش يجيوني الحبات كامل كيف كيف. نكور انا كل الكميه اللي عندي حتى نكملها
كامل ونتحصل على هذه النتيجه. شوفوا ما شاء الله تحصلنا على كميه مليحه. من جهه اخرى البنات هذا الكرات تاع الدجاج راح نديرهم في الفرينه بهذا الشكل هذا، نرمدهم مليح هكذا باش ما يتفتحوا لكمش، لانه فيهم البطاطا تخافوا لا يتفتحوا لكم في الزيت. هنا نرمدهم هكا في الفرينه ونخليهم بجهه بهذا الشكل البنات، نخليوها في الثلاجه وروحوا نرجعوا الباذنجان تاعنا. هنا بعد مرور حوالي 20 دقيقة ولا 15 دقيقة ترجعوا الباذنجان تاعكم، تلقاو الماء تاعكم شوفوا اللون تاعو كيفاه يتغير. يعني هنا نصفيو الباذنجان تاعنا، نصفيوه مليح ونشفوه من الماء. ومن جهة أخرى نكون أنا محضرة مقلاة حطيت فيها كمية مليحة تاع الزيت بهذا الشكل هذا، نخليها حتى تسخن. وجبت هذيك الكمية تاع الباذنجان نقليها عادي كما موالفين بهذا الشكل البنات. ماشي راح تشرب لكم كميه كبيره تاع الزيت ويبقى محافظ على اللون تاعو. هنا راح نقليها البنات كما راكم تشوفون، نخليو حتى يبدا يتحمر لنا الباذنجان تاعنا بهذا الشكل هذا. نحيوه ونخليوه على ورق ماس هكذا باش نتخلصوا من الكميه الزائده تاع الزيت بهذا الشكل هذا. نحيو الكميه تاعنا كامل، وهذه الكميه تاع الزيت اللي تبقات لي راح نقص الكميه، ندير كميه قليله وراح نقلي فيها هذوك الكرات تاع اللحم بهذا الشكل هذا. اولا قبل ما تحطوا الكرات تاعكم صفيوه الزيت تاعكم من هذوك البذور تاع الباذنجان. وهنا راني صفيتها وراح نحط كميه قليله تاع الزيت. وجبت هذيك الكرات تاع الدجاج ولا لحم تاع الدجاج راح نحطهم هنايا في الزيت. هذه الكميه قسمتها على 2، يعني قليت الكميه الاولى وزدت الكميه الثانيه بهذا الشكل هذا. نحركهم بهذه الطريقه هذه ونخليوها حتى تتحمر وتاخذ لنا لون يكون ذهبي بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه البنات نحيو هذه الكرات هذه الكميه الاولى اللي قليناها بالطريقه هذه. شوفوا ما تفتح لكم حتى حبه، يعني تبقى محافظه على الشكل تاعها وتجي من اروع ما يكون. وايضا البنات كما لاحظتوا راكم تحصلتوا على كميه ما شاء الله من هذه الكرات هذه. يعني الفكره انكم تزكيوا الطبق تاعكم بشويه تاع البطاطا يجيكم ما شاء الله. نحي انا هذه الكميه هذه اللي قليتها في البدايه وراح نزيد نحط الكميه الاخرى بنفس الشيء البنات. نقليو هذه الكميه الثانيه اللي حطيناها وراح نحي هذيك الكميه تاع الزيت، لازم نصفيوها لانها تبقى لكم هذيك الفرينه اللي رمدنا فيها الكرات تبقى لكم في الاسفل. نحيوها ونصفيو ايضا الزيت تاعنا ونخليو كميه قليله. هذه الكميه راح نحط فيها حوالي عندي هنا حبه تاع طماطم حجم تاعها يكون كبير، قشرتها ورحيتها مليح وزدت لها وريقه تاع الرند وشويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل. هنا نزيد لها ملعقه تكون صغيره تاع معجون الطماطم ونقلي هذا الكميه تاع الطماطم. غير تشوفوا هكا بدات تغلي بالشكل هذا. راح تزيدوا تحطوا لها شويه تاع الماء حوالي نصف كاس تاع الماء، هنا على حسب الكميه تاع الكرات تاع الدجاج والكميه تاع الباذنجان اللي درتوها. الا درتوا كميه اكبر زيدوا كاس تاع الماء. هنا بعد ما يبدا يغلي لنا الماء تاعنا بهذه الطريقه هذه راح نجيب هذيك الكميه تاع الباذنجان وتلاحظوا باللي لاصوص تاعكم بدات تطيب. تحطوا هذيك الكميه تاع الباذنجان اللي قليناها، شوفوا بقات محافظه على اللون تاعها ما شاء الله. وايضا راح نزيد نحط هذيك الكرات تاع الدجاج. ملاحظه فقط البنات ما تخليوش الوصفه تاعكم تنشف لكم من الماء، يعني خليو فيها شويه تاع لاصوص هكذا باش تجي بنينه وتجي ما شاء الله. نحط هذيك الكرات ونغطي عليهم ونخليهم يزيدوا يطيبوا، لانه حنا رانا حمرناهم فقط في الزيت خذاتنا لون ذهبي كما راكم تشوفوا، والطياب تاعها راح تكملوا في هذه الصلصه. نغطيو عليها ونخليهم حتى يطيبوا ونرجعوا لهم. هنا بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا تنقص لكم هذيك الكميه تاع الصلصه. جبت هنايا جبن مبشور. البنات فقط ملاحظه ديروا نوعيه تكون مليحه تاع الجبن. انا يعني صدقا هذه النوعيه موالفه نستخدمها، يعني ذوب لي هذا الجبن هذا، لكن بهذه المره درتو بصح ما ذابش الفرماج تاعي مليح. ما تنساوش البنات ديروا النوعيه تكونوا متاكدين منها، لانه كي يذوب لكم هذاك الفرماج راح يجيكم بنينه ما شاء الله. يعني انا درتها بالطريقه هذه وايضا جاتني ولا روعه. ايضا تقدري تستبدلي الجبن المبشور بجبن مثلثات. وهذه هي الوصفه. بعد ما خليتها حوالي يا ربي 10 دقائق ذاب لي شويه ذاك الفرماج، نحيت المقله تاعي وزدت زينت الوصفه تاعي بشويه تاع المعدنوس بهذا الشكل هذا. ويكون هذا هو الشكل تاع الطبق تاعنا ولا الاكله تاعنا اليوم. اكله من اروع ما يكون، صدقوني البنات تجي هايله بزاف بزاف. كما قلت لكم ما تنساوش تخليو فيها شويه تاع
الصلصه، ما تنشفوهاش بزاف، وديروا نوعيه مليحه تاع الجبن يكون يذوب. وهذه هي الوصفه تاعنا. شوفوا الشكل تاعها ولا اروع. يعني الناس اللي تحب التغماس راح تجيب شويه تاع الخبز ولا شويه تاع مطلوع ويلا في المقلاة، تجي هايله بزاف بزاف. انا حبيت نحط لكم هكا كميه في الصحن باش تشوفوها عن قرب وتشوفوا الوصفه تاعنا. صدقوني يا البنات، هذه الوصفه الا درتوها راح تعتمدوها. سهله اولا وبنينه، يعني بنتها راهي تقطر بالبنه، صدقوني والله العظيم. يعني ما شاء الله وصفه صيفيه بامتياز، راح تديروها وتزيدوا تعاودوها. حبيت نحط لكم هكا كميه ونذوقوها مع بعض. وهذه هي الوصفه تاعنا اللي نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. وما تنسونيش خواتاتي فقط الدعم منكم، لانه رانا نتعب ونحط لكم وصفات. يعني هذه الوصفه هذه صورتها تقريبا في حوالي تقريبا ساعه غير بعوله، وانتم اذا حضرتوها راح ديروها غير في 10 دقائق. تعرفوا التصوير والمونتاج وكل شيء، لكن نتمنى هكا تعاونوني وتدعموا قناتي وقولوا لي اذا كان الوصفات اللي راني نحطها لكم تعجبكم ولا ما تعجبكمش. ونتمنى منكم فقط اللايك وتبارطاجيو الفيديو هذا مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع والناس كامل تستفيد. وصلنا الى نهايه الفيديو. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. نتلاقاو على خير باذن الله تعالى. الى اللقاء.